انتشرت الأقاويل في الفترة السابقة بخصوص جودة الكتب المنشورة في الوقت الحالي. منصات الأخبار الدولية بقت بتسابق بعض في إنها تنشر مقالات بتشين وسائل التواصل الاجتماعي، وبالأخص تيك توك، وأثره السلبي على القراء والقراءة بشكل عام. ده طبعا ظهر في نقاط عديدة مش هنقدر نحصيها كلها في قعدتنا النهاردة، بس اللي يمكن من أشهرها البرفورماتيف ريدنج أو القراءة الاستعراضية. الصورة اللي متصدرة لنا دلوقتي على إن القراءة ده شيء مترفع مش أي حد بيعمله، ولو أنت قارئ أو بتقضي وقت فراغك في القراءة فأنت كده شخص أذكى وأحسن من اللي حواليك. الأنتي انتلكشواليزم أو معاداة التفكير. بعض الكلام اللي ظهر مؤخرا عن إن الكتب اللي بتتنشر دلوقتي ما بقاش فيها علم أو ثقافة كافية يخلينا إحنا نستفيد منها حاجة. اللغة بقت ركيكة، معدل الاستفادة من الكتب اللي بنقراها عموما بقى في نزول. العنصرية في القراءة أو الجيت كيبينج، إن بعض الناس ممكن تكون شايفة نفسها أحسن من غيرها عشان هم بيقروا نوع معين من الكتب. الصورة المتناقضة بين فعل القراءة كهواية واتخاذ القراءة كهوية الإنسان بيعبر بيها عن نفسه، وإنها اتحولت لصورة بصرية بقينا بنصور الكتب اللي بنقراها أكتر ما بنقرأ. أغلب الحاجات دي اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، ممكن أحط لكم اللينك بتاعه فوق، وهنشوف مع بعض تأثير ده على القراءة نفسها ومن ثم التأثير على محتوى الكتاب نفسه. عشان نعرف نتكلم عن كل ده محتاجين نرجع بالزمن شوية. وإحنا بنقرأ ليه؟ أو إيه اللي بدأ القراءة أصلا؟ في فرق واضح جدا ومهم بين القراءة كهواية اللي إحنا بنمارسها دلوقتي في وقت فراغنا، وبين القراءة كعنصر من العناصر الأربعة لأي لغة. القراءة كجزء من نشأة وتطور الإنسان والبشرية بشكل عام، اللي بسببها حضارات علت وحضارات اندثرت، واللي ساعدتنا إننا نقدر نعرف أكتر عن الحضارات اللي إحنا ما شفناهاش دي، تاريخهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم. ودي قراءة ضرورية بنتعلم ونستفيد منها كل حاجة عن الإنسان، وده بيساعدنا إن احنا نطور أكتر من نفسنا، وكمان نتواصل مع حضارة أجدادنا وأساسها. وطبعا مش هنقدر ننكر أهمية القراءة في الأديان والتعلم عنها ودراستها، وده طبعا بعيد كل البعد عن القراءة كهواية اللي احنا عارفينها دلوقتي، إنها اتحولت لسلعة ترفيهية بنستهلكها عشان نقضي وقت لطيف ونفرغ طاقتنا السلبية، زيها زي العديد من الهوايات الحديثة اللي احنا بنشوفها دلوقتي، زي الخروج والتمشية والسفر، زي ممارسة الرياضة أو إن احنا نروح الجيم، زي إن واحد يكون بيتابع أفلام أو مسلسلات أو بودكاستس أو أغاني. القراءة كهواية يمكن تعتبر من أول وسائل الترفيه اللي اتعرضت على الإنسان، قديمة زيها زي فنون بسيطة جدا منها الرسم والنحت وعزف الموسيقى، وكانت هي الأصل اللي استمدت منه باقي فنون الماس ميديا اللي احنا عارفينها بشكلها الحالي. أصلها كانت القراءة ما تقدرش تتفصل عن الكتابة اللي بدأت بشكلها البسيط زي التاريخ وتدوين الأحداث اللي بتحصل في عصر كل إنسان، تطورت أكتر للكتابات العلمية والفلسفية والتاريخية والجغرافية. بعد كده ظهرت المعاجم والمراجع والقواميس عشان الرسائل دي تترجم للغات تانية، وكانت كل الحاجات دي زمان لا تقدر بثمن. كان صعب جدا توافر وسائل الطباعة أو نقل الكتب والمحتوى العلمي ده، فكان العلم والتثقف في وقت ما حكر على العلماء فقط، وبعدهم ولاد الذوات من الأغنياء، مش عشان كان في تفريق بين فئات المجتمع أو إن الغني بس هو اللي لازم يقرأ والفقير ما يقراش. كان ببساطة عشان الغني عنده الفلوس اللي تقدر توفر له حاجة زي البرينتنج بريس اللي كانت غالية جدا وقتها، وقدر يوفر لنفسه نسخ من العلم ده. الأهم من كل ده إن الناس ما كانتش بتعرف تقرأ، مش بس عامة الشعب من الطبقة الكادحة، بل كمان الطبقة الأرستقراطية اللي كان في ناس كتير منها ما بتهتمش بتعلم القراءة، واللي أوقات كمان كان بيتمحور حوالين تعليم الإناث فقط. فكان في بعض المجتمعات الرجالة بس هي اللي بتعرف تقرأ، والستات مش مسموح لها تتعلم القراءة، وبالتالي مفاهيم زي الجيت كيبينج أو المانسبليننج بدأت تظهر، ولو إن طبعا وقتها ما كانش ده اسمها ومحدش كان يعرفها بالمصطلح ده. وبعدين حصلت 3 حاجات لو ما كانتش اتجمعت مع بعضها يمكن عمرنا ما كنا هنقدر نشوف الروايات تخرج للنور بالشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي. اعمل سبسكرايب عشان اقولك عليهم. الناس بدأت تزهق، الأيام كانت طويلة ووسائل الترفيه كانت ركيكة ومكلفة ومحتاجة ميزانية كبيرة جدا عشان تقدر تمارس حاجة زي دي. الناس زمان الأغنياء منهم كانوا أوقات بيمولوا الفنانين عشان الفنان ده يقدر يستمر في الهواية بتاعته ويقدر يمارسها، في مقابل إنه مثلا يصور الراعي بتاعه في الفن اللي هو بيقدمه، يرسم له صور وبورتريهات أو ينحت تماثيل على شكله. فكانت الهوايات ترانزاكشنال أو عملية من التبادل المادي. إحنا ما قدرناش نكتفي ونقدر
ونقدر نشوف ده بوضوح في طريقة الكتابة بتاعة القصص زمان، إنهم كانوا فعلا زهقانين، عندهم وقت الفراغ ما يكفي إنهم يقدروا يقروا عشرات من الصفحات بتوصف حاجات زي الخضرة أو السماء أو البحر. إن روايات كاملة كان كل اللي بيحصل فيها هو إن الناس تقعد تزور بعض، يقعدوا يتكلموا عن الأحداث اللي بتحصل حواليهم. مفيش رتم معين للقصة، مفيش ال 3 act structure اللي احنا عارفينه للروايات دلوقتي. ما كانوش محتاجين إن أول سطر أو أول صفحة أو حتى أول فصل يكون بيشد الانتباه، لأن زمان ما كانش فيه اوبشنز، ما كانش فيه تنوع، السوق ما كانش متشبع، الناس ما كانش عندها غير وقت الفراغ اللامتناهي، فكانوا ممكن يقروا أي حاجة. الطبيعة البشرية اجتماعية بلا شك، صعب جدا إن إنسان يقدر يعيش لوحده لفترات طويلة. الدليل على كده إن بعض العقوبات في السجن تشمل العزل الانفرادي، كون الإنسان يتحط في مكان لوحده مقفول عليه، مفيش أي وسيلة تواصل مع أي حد غيره، بيعذب النفس قبل ما يعذب الجسد. ومترتب على الاجتماعية دي عنصر المشاركة اللي بقينا دلوقتي بنشوفه في صورة غير متوقعة، وهي صناع المحتوى. الفلوجز البسيطة اللي بعض الناس بتعملها عشان تشارك حياتها اليومية، اللي ممكن يكون مفيش فيها أي أحداث مسلية أو مثيرة، بس كون الإنسان بيشارك معاك حياته البسيطة دي بيخليك تقرب أكتر منه، وبيخليه هو مبسوط. لأننا كتير قوي بنتبسط بمشاركة الحاجة دي مع الناس عما بنتبسط لما بنعمل الحاجة دي نفسها. حتى من غير صناع المحتوى، إحنا كبشر، أنت نفسك وسط دايرتك لو جربت أو حاولت تعمل حاجة جديدة بتبقى عايز تشاركها مع اللي حواليك من عيلتك وأصدقائك، مكان جديد، أكلة جديدة، هواية جديدة، عشان بطبيعتنا إحنا بنتبسط أكتر بالمشاركة. وهنا بينشأ السؤال الفلسفي اللي ناس كتير اتكلمت عنه: لو أنت كتبت حاجة وما كانش في حد يقراها، هل أنت كتبت الحاجة دي فعلا؟ الإنسان بطبيعته كمان ستوري تيلر أو راوي منذ بداية الخليقة، وإحنا حكاية القصص بتجري في دمنا. الجوسيبينج أو النميمة اللي موجود وبنشوفه كمان في أعمال أدبية وفنية من العصور الوسطى وما قبلها، الناس بتحب تحكي القصص سواء حقيقية أو خيالية، ونسب للإنسان إنه بيحب التصرف في القصص دي. لو حكيت قصة لواحد وشفت القصة دي بتنتقل من الشخص ده لما بعده، لو وصلت للإنسان العاشر اللي بيحكي القصة دي، عمرك ما هتسمعه بيحكيها بنفس الطريقة، هتلاقي أحداث اتشالت وأحداث اتضافت، لأن الإنسان بيحب يضيف الطابع الخاص بتاعه اللي يخليه يشد انتباه اللي قدامه ويستمتع بالقصة. والإنسان كل ما كان راوي شاطر أكتر، كل ما كان محبوب أكتر من الناس اللي حواليه، وبالتبعية الحساب بتاعه على السوشيال ميديا. كل الحاجات دي اتجمعت مع بعض ونشأت القصة. مصدر بداية القصص والروايات أصله مش معروف قوي، تكاثرت الأقاويل ومحدش فينا عارف الحقيقة بالظبط، بس يقال إن الإلياذة والأوديسا للمؤرخ هوميروس هو أول عمل أوروبي خيالي اللي كتبت في يقال القرن السابع أو الثامن قبل الميلاد. أول رواية حقيقية يقال إنها ظهرت في اليابان في القرن ال11، كان اسمها The Tale of Genji، وبتحكي قصة الأمير جنجي اللي الرواية على اسمه. أول رواية باللغة الإنجليزية يقال إن هي كانت رواية روبنسون كروزو اللي نشرت في 1719، واللي ناس كتير مننا ممكن يكونوا عارفينها من قصص المدرسة. الأول طبعا القصص والروايات ما كانتش بالصورة اللي احنا عارفينها دلوقتي، وخدت وقت ومجهود كبير جدا عشان توصل للصورة دي. الهيكل الكامل للقصة اللي بقى بيدرس في المدارس والجامعات وبقى بيتعمل له كورسات بآلاف الدولارات عشان الناس بس تعرف تتحط على أول طريق كتابة قصة، ما كانتش كده زمان. ده زمان كانوا بيدوروا على أي حد بس عنده ملكة كتابة القصة أو روايتها عشان يقتل وقت فراغهم اللامتناهي. بعد كده ظهرت أنواع كتير من القصة، منها القصة القصيرة، ثم الرواية، ثم الرواية القصيرة، والقصة المصورة، وطبعا العمل المسرحي. ثم توسع مجال الفيكشن رايتنج لكتابة السيناريوهات اللي كانت في البداية سيناريوهات أفلام صامتة ما بناخدش منها كلام، بنشوف بس أفعال الناس وحركاتهم وتعبير وشهم. بعد كده تطورت واشتملت السيناريوهات على محادثات، ونشأت الأفلام والمسلسلات والأعمال الدرامية. وبعدها بكام سنة، فترة تكاد لا تذكر مقارنة باللي عدى قبله من السنين والعقود والقرون، فجأة كل حاجة بدأت تجري بسرعة قوي. الأفلام صناعتها ما بقتش صعبة وغالية، بقت بتتعمل بكثرة وتنوع. المسلسلات بقت مواسم متعددة اللي الموسم منها ممكن يوصل ل 20 أو 30 حلقة. مش هنتكلم طبعا عن المسلسلات التركية اللي ممكن توصل ل 200 أو 300 حلقة، أو الأنمي والمسلسلات المصورة اللي ممكن توصل لآلاف الحلقات. التلفزيونات بقت متوفرة ورخيصة وسهلة، فبقى أي حد ممكن يشتري تلفزيون عنده في البيت، وتابع ده وجود الإنترنت، وبعد كده الكمبيوتر واللابتوب. حتى بعد ظهور الإنترنت بشكله اللي احنا عارفينه دلوقتي وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، ما كانش الوضع زي دلوقتي. الريتم كان بطيء وواخد وقته تلحق تستوعبه. يوتيوب كان بقاله 15 سنة موجود، وإنستجرام كان بقاله 10 سنين موجود لما تيك توك بدأ يظهر في الخلفية. ومع ظهور تيك توك التغيير ما بقاش المنحنى البطيء اللي احنا كنا متعودين عليه، اللي كان بيدينا الوقت والمساحة إننا نتأقلم مع الجديد
منه. تيك توك بالذات عمل صدمة حضارية في نواحي كتير جدا من الحياة، مش بس القراءة. زي ما ذكرنا قبل كده ان الانسان بطبيعته البشرية شخص اجتماعي. القراءة من بداية نشأتها كانت تعتبر من الهوايات اللي فيها مشاركة. نوادي القراءة والصالونات الثقافية موجودة من عقود إن ما كانش قرون فاتت. وزي ما تيك توك فرش البساط لمحتويات من مختلف الأشكال والأنواع إنها تعيد ترتيب نفسها وتظهر عليه بشكل مختلف، تعمل لنفسها ريبراندنج يعني، كان للقراءة نصيب من ده. المشكلة أو الحاجة اللي بعض الناس ممكن تكون شايفاها ميزة مش عيب، هو إن تيك توك على عكس غيره من وسائل التواصل الاجتماعي بيسوق لصانع المحتوى على أساس محتواه هو، مش القوة التابعة لصانع المحتوى ده. أو يعني زي ما بنتكلم بالعامية كده، الواحد ما بقاش محتاج يبني لنفسه فان بيز أو عدد كبير من الفولورز والسبسكرايبرز عشان المحتوى بتاعه يكون ناجح. لو انت صانع محتوى على تيك توك، مش أول حاجة هتكون بتدور عليها هي إن انت تلم فولورز كتير أو سبسكرايبرز كتير، لأن ده مش هيغير حاجة في تلقي الناس للمحتوى بتاعك. اللوغاريتمات بتاعة التطبيق مش بيفرق معاها ده. تيك توك بيعامل كل مقطع جديد بينزل عليه على إنه محتوى منفصل تماما عن صانع المحتوى، مش بيبني على حاجة قديمة، وبيرصد رد فعل الناس تجاهه. لو ناس أكتر شافته وعجبها بيسجل ده وبيعرضه على عدد أكبر من الناس. وكل ما فيديو جديد بينزل بيعمل نفس الكلام ده، بيدي الناس فرص متساوية. فلو انت الفيديو بتاعك محتواه حلو وبيشد الانتباه من أول كام ثانية، هيخلي ناس أكتر تتفرج، مش مهم انت عندك كام متابع. وده بيعمل مشكلة كبيرة، ان انت ما بقتش بتنرشر أو بترعى الفان بيز بتاعك. مفيش دايرة متابعين مخلصين انت عارف ان هم هيتابعوك على طول وهيشوفوا كل المحتوى اللي بتنزله. انت كل مرة كأنها أول مرة وبتحاول تعجب العالم كله، فدايما محتواك هيكون متوجه ان هو يلفت انتباه ناس جديدة أول مرة تشوف محتواه، مش هيكون بيحاول يرحب بالفئة المترددة على المحتوى بتاعك. انت مش عارف تعمل فان بيز، انت عمال تلم مشاهدات وإعجابات، وده بيخلي المكان طول الوقت غريب ومفهوش ألفة وتعود. الدائرة المستمرة دي من محاولة جذب الانتباه بتخليك تهتم أكتر بالمقدمة. أهم حاجة هي الهوك اللي هتحطه في أول الفيديو يخلي الواحد عايز يكمل بعد أول 5 ثواني. وبالتالي مصطلح الكليك بيت بقى عنصر حيوي جدا في التسويق. فبعد ما كانت الناس على وسائل التواصل الاجتماعي بتصدر صورتها الحقيقية وبتقول رأيها الحقيقي وتعبر عن نفسها بشكل أوثنتيك أو صادق، بقوا بيدوروا على الحاجة اللي هتديهم مشاهدات على تيك توك باختلاف الاستراتيجية اللي هيستخدموها. تيك توك مبني على اللوغاريتمات أو الالجوريزمز، وبيعرف يوظف ده بشكل كويس جدا في المحتوى بتاعه. أي حد فاكر أول مرة حمل فيها تيك توك وكان بيقلب فيه وبيلاحظ إن بيطلع له حاجات مش عاجباه، بس الحاجات دي واخدة مشاهدات ولايكس كتير قوي، لأن ده المحتوى اللي بيعجب أغلب الناس في المنطقة الجغرافية اللي انت فيها. بس تيك توك برضو بياخد باله لو انت عدى عليك فيديو وما عجبكش وعملت سكرول داون للفيديو اللي بعده، فبيعرف ان الفيديو ده مش من اهتماماتك، فبيبطل يظهر لك حاجات شبهه وبيركز على الفيديوز اللي انت بتقضي عندها وقت اطول وبيظهر لك محتوى مشابه ليه. فبعد شوية وقت الالجوريزم بيبدأ يعرفك اكتر ويظهر لك بس الحاجات اللي هو عارف ان انت هتحبها او هتعوز تكملها للاخر. وده بينطبق على اي محتوى انت داخل تستهلكه جوه تيك توك. فاكرين لما قلنا من شويه ان تيك توك اعاد تصوير حاجات كتير مش بس القرايه؟ نظم التسويق والماركتنج استراتيجي بتاعه العالم كله حرفيا اتغيرت. طريقه الاعلان عن حاجه بنحاول نسوق لها ما بقتش مجرد الكليب اللي هتشوفه في الفاصل بين المسلسلات، او الاعلان على اليافطه اللي هتشوفه وانت سايق في الشارع، او الصوره اللي على غلاف الجورنال اللي انت بتشتريه كل يوم. ما بقاش حتى السبونسرد اد على السوشيال ميديا او على جوجل ادز اللي احنا كنا وقتها فاكرين ان هو كده تطور. الاعلانات بقت كونتنت او محتوى، ووكاله التسويق بقت كونتنت كريتور او صانع محتوى. عايز تسوق لمنتج جديد؟ اعمل اكونت على تيك توك، نزل محتوى وانت بتتكلم عن المنتج او البراند ده، جرب المنتج ده في فيديو قدامهم، هات صحابك وخليهم يجربوه معاك، ابعتوا هديه لصانع محتوى اشهر منك واديه شويه فلوس عشان يتكلم عنه ويديك ريفيو صغير. فجاه هتلاقي البراند ده انفجر وبقى في السماء. هل الطريقه دي بتنجح فعلا؟ للاسف بتنجح. فشركات الدعايه دلوقتي ما بقتش بتتعب نفسها بتيم بروجكت مانجمنت او تيم جرافيك ديزاينرز او تيم برينتنج، لان كل الحاجات دي ما بقاش ليها لازمه وبقت تضييع وقت. انت بس محتاج اكونت تيك توك و2 سوشيال ميديا مانجرز وواحد عارف الترندات والافيهات المشهوره دلوقتي وبس. وزيهم زي اي حد، صانعي المحتوى من القراء بقوا بيحاولوا يتابعوا المحتوى المشهور او الناجح دلوقتي عشان يعملوا زيه، عشان هو ده اللي بيجيب ريتش او بيوصل للناس اكتر دلوقتي. فبيدخلوا يدوروا على الجزء المخصص للقراءه من تيك توك اللي يعرف دلوقتي ببوك توك، ويشوفوا ايه اول حاجات بتظهر لهم، ايه اكتر حاجات بتاخد فيوز او مشاهدات، وبيجربوا
بيجربوا بيغلطوا بيتعلموا، بيعملوا فيديو وبالصدفة الفيديو ده بينجح، فبيبدأوا يحاولوا يعيدوا اللي هم عملوه في الفيديو ده أكتر من مرة عشان يوصلوا للنجاح ده تاني. تيك توك مشكلته إن الشيلف لايف بتاعته أقصر للفيديوهات عن أي وسائل تواصل تانية. أنت نفسك لو دورت على توتوريال لحاجة على يوتيوب ممكن يطلع لك فيديو نازل من 10 سنين فاتت. الفيديوز الشيلف لايف بتاعها أحسن، بتعمر فترة طويلة، على عكس تيك توك اللي لو الفيديو عدى عليه 24 ساعة وما نجحش قوي مش هيعرف يأدي كويس في الفترة اللي جاية. الكتب المشهورة على تيك توك مش لازم تكون مشهورة عشان هي حلوة أو مفيدة أو بتخلي الإنسان مثقف، هي مشهورة عشان المحتوى اللي بيشمل الكتب دي بيكون محتوى كليكابل، الناس بتحب تدوس عليه وتتفرج عليه للآخر، الألجوريزم بيحبه. كتاب صادف إنه ظهر في فيديو والفيديو ده حقق نجاح مبهر جدا، هتبدأ الناس كلها تعوز تتكلم عنه في الفيديوز بتاعتها عشان الفيديوز بتاعتها تعمل نفس النجاح، وبعد شوية تيك توك بيبقى مليان كلام عن الكتاب ده. وبطبيعة الحال شركات التسويق ودور النشر هتتابع الفيديوز دي وهتشوف ايه الكتب اللي اكتر الناس عايزة تتفرج عليها، هتحلل كل فيديو مشهور عدى عليها، ايه الكتب اللي موجودة في الفيديوز الناجحة دي احنا عايزين نعمل زيها تاني. الكتب هتتحول لفورميلا معينة، كله بيجري ورا البيج هيت القادم. لو مش عارفين مصطلح الفاست فاشن، هو الترندات اللي بتطلع في الهدوم او في الموضة اللي بتقعد فترة قليلة جدا وبعد كده بتندثر وبيطلع بعدها ترند جديد. الفاست فاشن هي الموضة قصيرة المدى، الحاجة اللي لو اشتريتها دلوقتي كمان سنة لو لبستها هتبقى مش منطقية أو شكلك غريب ومضحك وانت لابسها. براندات كبيرة زي شي ان وعلي بابا من الحاجات اللي أثرت جدا على الفاست فاشن ده. للأسف بقى ملحوظ إن الكتب بدأت تتخذ نفس الباترن بتاع الفاست فاشن ده. الفاست فاشن بوكس هي الكتب اللي الفورمولا بتاعتها بتتبع الحاجات اللي تيك توك بيحبها. البوك توك بوكس، عندي فضول أعرف منكم، قولولي في الكومنتس ايه الكتب اللي انتوا حاسين ان هي ماشية او بتتبع البوك توك فاشن ده. المشكلة بقى في نوعية الكتب اللي بتتشهر بمنطقية وسلاسة جدا. لو انت سمعت عن كتاب لكولين هوفر وفي نفس الوقت سمعت عن كتاب الجريمة والعقاب لدوستويفسكي، لو جبت الاتنين قدامك وحاولت تقراهم هما الاتنين، تفتكر مين فيهم هتقدر تقراه اسهل؟ مش بالضرورة هتكون مستمتع بيه بس عارف تقراه والصفحات بتعدي بسهولة قدامك. كل ما كان الكتاب ابسط وسلس وصفحاته اقل وكلامه سهل ومفهوم هيتقري اكتر وهتعرف تتكلم عنه بسهوله، وكل ده هيرفع اسم الكتاب في الالجوريزم بتاع تيك توك وهيخليه يظهر اكتر للناس، وبالتالي ده الكتاب اللي دور النشر هتشوفه وهتحاول تقلده تاني عشان تعمل زيه بالظبط. فبقت دي الصوره المتصدره عن الكتب. ده طبعا اكيد خلى القراءه بقت متاحه اكتر لناس كتير. ناس بالنسبه لها كانت الكتب صعبه قوي ومش عارفه توصل لها، بقى قدامها كتب سهله وبسيطه ممكن تقراها بسهوله، فناس اكتر هتقرا، ده حقيقي. بس هل ناس اكتر هتقرا الكتب اللي تستاهل تتقري؟ وهل ده معناه ان كل الكتب اللي بتتنشر دلوقتي بقت كتب رديئه وركيكه ولغتها وحشه؟ كل الكتب دي بقت متوجهة للفئة اللي بتقرأ كتب بوك توك المشهورة السهلة؟ هل كل الكتب المنشورة بقت كتب بوك توك؟ انتشرت برضو بعض الفيديوهات على تيك توك بالذات من الناس اللي المفروض ان هم كانوا من الكوادر في مجتمع القراء باللغة الإنجليزية، اللي بدأوا يتكلموا بطريقة غريبة جدا عن ان هم مش بيقروا، والموضوع ما كانش بهزار او كان بتلميحات، الكلام كان واضح جدا. امثلة زي ان ناس طلعت تقول الكتاب فيه كلام كتير قوي، الصفحة فيها كلام كتير، او ان ناس طلعت تقول ان هم بيقروا الديالوج بس او المحادثات في الكتاب وبيتجاهلوا كل الكلام اللي في النص، او انهم بيسكم او بيعدوا كده الكلام بعينيهم بسرعه من غير ما يقروه بجد. ودي صدرت صوره سيئه جدا عن القراءه، ان الناس دلوقتي ما بقتش بتقرا. ده هسيبه لرايكم انتوا ووجهه نظركم، مع الاخذ في الاعتبار ان احنا مش صغيرين ومش اي محتوى بنتعرض عليه بنصدقه، ما بيكونش عندنا الفطنه او الذكاء الكافي اللي يخلينا نتفرج على المحتوى بموضوعيه ونقدر احنا نكون وجهات نظرنا وارائنا تجاه الحاجات دي. بعد ما اتكلمنا عن تيك توك والالجوريزم والكتب المنشوره وطريقه تفكير دور النشر، هل ينفع نقول ان كل الكتب اللي موجوده دلوقتي او كل الكتب على تيك توك كتب رديئه؟ طول عمرنا من ساعه ما القراءه اتوجدت في الدنيا وفي كتب مكتوبه حلو وفي كتب مكتوبه وحش، وكتاب مكتوب حلو بالنسبه لك ممكن يكون بالنسبه لغيرك مكتوب وحش، لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. وطبعا في الحاجات الموضوعيه زي ان في كتب بتبان كانها مكتوبه على مسطبه. ببساطه كل واحد بيختار اللي بيتناسب مع ذوقه هو. لو انت كل اللي بيطلع لك على تيك توك ترشيحات لكتب انت شايف انها هابطه او جودتها وحشه، فالمشكله هنا مش في تيك توك، المشكله عندك انت. الفور يو بيج حرفيا اسمها فور يو، هي معموله عشانك، هي بتتابعك انت وبتشوف ايه الفيديوز اللي بتحب تقضي عندها وقت اطول وايه الفيديوز اللي لا. فلو انت بتظهر قدامك ترشيحات كتب كتير مش عاجباك يبقى في مشكله في المحتوى اللي انت بتتابعه ومحتاج تعيد برمجه المحتوى ده عشان يتناسب اكتر مع ذوقك انت. تيك توك مساحه ضخمه للتعبير عن كل الاراء المختلفه،
عليه ترشيحات كتب لكل الفئات اللي موجوده. حقيقي ان ممكن اذواق معينه في القراءه ما تكونش بشهره اذواق تانية احنا بنشوفها دلوقتي، بس ده مش معناه ان هي مش موجوده. انت بس محتاج تبذل مجهود اكتر شويه عشان تعرف تلاقي ذوق. بعض الناس بدات تشتكي ان تيك توك بقى اوفر سمبليفاي او بيبسط القراءه قوي، بيعاملنا على اننا اغبياء. اوقات ممكن يسلب الكتب بعمقها، وده الى حد ما حقيقي. الكتب بقت زي ما بيقولوا dumbed down، بنحاول نخليها accessible اكتر لفئات اكبر من الناس. فبقينا بنتكلم على كتب زي Pride and Prejudice وبنعبر عنه على انه كتاب enemies to lovers romance، مع انه كتاب من الكلاسيكس المشهوره جدا بقالها مئات السنين، واللي مش بس بيتكلم عن الرومانس او انه بيستخدم تروب زي الانيميز تو لافرز. Persuasion اللي بقت الناس بتتكلم عنه على انه second chance romance، واللي ما ساعدش اكتر في ده الادابتيشن بتاع نتفليكس اللي ظهر من قريب، وغيرها كتير من الامثله. الناس بقت بتطلع في فيديوز بتدي ملخصات عن الكتب، ودي بقت بتاخد مشاهدات كتيره قوي. بيحاولوا يوصلوا لك المغزى من القصه او الكتاب في وقت قليل، بس انت عمرك ما هتستفيد من الملخص زي ما كنت هتستفيد لو كنت قريت الكتاب فعلا. اوقات ممكن نحتاجه لو انت مثلا بتدرس ادب في الكليه بتاعتك او في المدرسه بتاعتك ومحتاج تقرا قراءات كتير جدا ومش عارف تحدد مين منهم اللي انت عايز تركز عليه. ممكن تسمع السمري بتاع كذا كتاب وتشوف ايه اكتر حاجه انت مايل لها، وبعد كده تقراها بتدبر وتركيز. لانك لما بتتعلم من رحله الكتاب دي عمليه اكتف انت بتعملها بنفسك وتركيزك كله عليها، فهتشوف التجربه بنفسك والدروس هتعلم في دماغك اكتر لانك بتستنتجها بنفسك من الكلام، على عكس انك تسمع ملخص من حد. دي عمليه باسيف انت ما بتشاركش فيها، مجرد قاعد بتسمع حد بيتكلم وبيشرح لك وبيوصل لك الرساله من الكتاب، والاتنين مش زي بعض. في الاخر كل اللي اقدر اقوله لك انك تحاول اكتر تدور على النيش بتاعك. هتبذل مجهود زياده عشان تحاول توصل لده على وسائل زي تيك توك، لان ممكن يكون مش متوافق مع الترندز اللي مشهوره دلوقتي وسط مجتمع القراء، بس هي موجوده وهتلاقيها مش بتوصل لناس كتير، عشان كده التدوير عليها صعب. بس ما ينفعش نحكم بالاغلبيه ونقول ان الكتب كلها وحشه عشان بس الكام فيديو المشهورين اللي عدوا قدامك بيتكلموا عن كتب مش الذوق بتاعك انت. وفي النهايه اتمنى لكم رحله قراءه سعيده، وانكم تلاقوا كل الكتب اللي نفسكم فيها، وتكون تجربتكم في قراءتها ممتعه ومسليه. ما تضيعوش وقت في اتجاه ما كانش هو المناسب ليكم. ابذل مجهود اكتر ودور بدل ما تقعد تلوم في وسائل التواصل الاجتماعي عن كسل منك انت. انا اريج، اتبسطت قوي اني كنت معاكم النهارده، واشوفكم الفيديو الجاي.